لو ما شُفتش الأقسام اللي فاتت من حكاية جين، فروح شوفها علشان تفهم الدنيا. في القسم اللي فات شُفنا جين اللي راح مع الشباب عند السور العظيم، وده علشان يحموا نفسهم من الوحوش الشيطانية، بس ده ما كانش معناه إن هم في أمان دلوقتي، لإن جيانج واللي معاه أصبحوا من أتباع ملك الوحوش، واللي عيّنهم علشان يخلّصوا على كل البشر اللي يُقفوا في طريقهم. بس رغم مخطط ملك الوحوش، جين واللي معاه قدروا إن هم يخلّصوا على الجيش بتاعه. ملك الوحوش ساعتها بيقرر إنه يستخدم الجنرالات ال12 بتوعه اللي هيكونوا حجر الأساس في القضاء على البشرية كلها. ودلوقتي عاوزك تجيب شوية كحك حلوين زيك كده يا وحش الشاشة، وتعالى كمل معايا الحكاية علشان تستمتع في النهاية. ودول أصحاب التعليقات المميزة على الفيديوهات اللي فاتت، الناس كلها مريحة علشان العيد، إلا إحنا مستمرين في تنزيل أجمد الفيديوهات ليكم. فحط لايكك كلمتين وتعليقك الحلو علشان ده بيساعدنا جدا، وإن شاء الله هنستمر على الوتيرة دي لحد ما نحتل البشرية. ومعلش عشان طولت عليكم، يلا بينا نبدأ. نشوف بعدها جيانج واللي معاه راحوا لمكان الدرع السحري. الواد اللي مع جيانج بيكون متضايق من اللي هو بيعمله، فلو استمروا على اللي هم بيعملوه هيقتلوا عدد كبير جدا من البشر. بس جيانج مش بيهتم وبيروح علشان يكمل المهمة بتاعته. فبيسأل الاتنين الجنود دول عن سبب وجود جيانج في المكان هنا. جيانج بيقول لهم ان هو جه علشان يساعدهم في حماية البلورة اللي ممكن تتعرض للهجوم من الوحوش الشيطانية. الاتنين الحراس مش بيقتنعوا بكلامه، بالذات ان المنطقة دي بعيدة جدا عن نفوذ ملك الوحوش. فبيحاول جيانج انه يغفلهم بحيث يخلص عليهم، ولكن الجنود بيكونوا اذكى منه وبيعرفوا يمسكوه. فبيروح جيانج عشان يحاول يموتهم، بس الشباب بيعملوا منه بطاطس مهروسة. جيانج بيزعق للواد اللي معاه وبيطلب منه انه يساعده دلوقتي، بس الواد بيرفض انه يقتل الجنود اللي قدامه، لحد ما فجأة الواد جيانج بيتحول وبيخلص على اول جندي قدامه. الجندي التاني بيحاول انه يوقفه، بس جيانج الوحش بيعرف يخلص عليه. جيانج بيكون مبسوط جدا من الوضع، لان هو ما كانش متخيل انه ممكن يكون بالقوة دي. الواد التاني بيكون متضايق من اللي حصل، وبيقول لجيانج ان هو دلوقتي ما بقاش لا بشر ولا حتى وحش. جيانج بيقول له ان ده مش مهم بالنسبة ليه، فطالما هو هيحصل على القوة هو مستعد يكون اسوأ نسخة من نفسه. المهم بيدخل الاتنين على مكان الجوهرة، وبيروح جيانج بعدها علشان يدمرها، بس الواد التاني بيوقفه. بيقول لجيانج ان هم ما ينفعش يعملوا كده حتى لو كانوا هيموتوا، بس جيانج بيقول له انا نفسي ثم نفسي ثم الطوفان يا صاحبي، وعلى طول بيروح يبعده وبيدمر الجوهرة. بنرجع للشباب اللي قدروا يخلصوا على العمالقة اللي قدامهم بكل سهولة، وده بيفاجئ الشيخ جدا لانه ما كانش متخيل ان جين ومعاه هيكونوا بالقوة دي. الجنرال بيكون مبسوط من الوضع، فكده الجيل الجديد هيكون قادر على مساعدتهم في الحرب الصعبة دي. بس فجأة بيتدمر درع الحماية اللي فوقهم، فبيروحوا الاتنين علشان يشوفوا اللي حصل، بس بيتفاجئوا ان الجنود في حد خلص عليهم، وده بيعصب الجنرال جدا. بس الشيخ بيقول له ان هم لازم يركزوا على المعركة دلوقتي، لان ملك الوحوش اكيد هيستغل الفرصة وهيهجم عليهم بكل قوته. بنرجع لملك الوحوش اللي بيكون بيشوف اللي بيحصل من بعيد، فبينبسط جدا من اللي حصل، وبيأمر كل الوحوش اللي معاه انهم يعملوا الهجوم الشامل بتاعهم دلوقتي. بنرجع للي ولو اللي بيتفاجئوا ان منظومة الدفاع الجوي اتدمرت، وده بيخلي عدد ضخم من الوحوش تدخل المجال بتاعهم. وفجأة بيظهر ضباب اسود شديد جدا قدامهم. الجنود بيترعبوا جدا من اللي حصل، لان ده مش مجرد ضباب عادي، وانما ده هو الضباب الاسود اللي يعتبر احد علامات النهاية، واللي بتدل ان في قوة غاشمة جدا جاية عليهم. ليو بتتفاجئ جدا من كلامه، بتقول له احنا مش قتلنا العمالقة اللي قدامنا من شوية، ازاي لسه في وحوش اقوى من كده؟ الجندي بيقول لهم ان اللي حصل دلوقتي يعتبر مجرد تسخين. فبالمقارنة بملك الوحوش، كل الوحوش اللي ظهرت لحد دلوقتي تعتبر نملة حرفيا. الجنرال والشيخ بيعرفوا ان خلاص لازم يشاركوا في المعركة دلوقتي. ساعتها الوحش ده بيروح علشان يهجم على جين، بس جين بيقدر يخلص عليه بكل سهولة. وهنا بيحس جين ان في حضور مرعب جاي عليهم، وبيبدأ يستعد. فبتيجي له بتجمع الكل عندها، بتقول لهم ان الحرب الحقيقية هتبدأ دلوقتي، ولازم يفضلوا مع بعض علشان ما يموتوش. فبيرفع الكل سلاحه وبيستعدوا للمعركة، بس فجأة بيجي المحارب ابو راس ديك ده عندهم، فبيروح مينج علشان يهجم عليه ويموته. بس الديك بيعمل من فخاده شاورما. الديك بيضحك من الوضع وبيقول لهم ان مستواهم الحالي هيكونوا العشاء بتاعه. لو ساعتها بتقول للبقية ان هم لازم يتحدوا علشان يخلصوا على الديك اللي قدامهم، لحد ما بيظهر الجنرال اللي شفناه من شوية عندهم، وبيقول للديك ان هو خصمه دلوقتي. فبيبدأ الجنرال ان هو يعرف عن نفسه، وبيطلع ان اسمه ياو. باي بيتفاجئ جدا لما بيعرف المعلومة دي، لان الجنرال ياو هو احد اقوى المحاربين الموجودين في القارة كلها، فبفضل قوته الكبيرة قدر انه يحمي البشر من هجمات ملك الوحوش لحد دلوقتي. المهم الديك بيروح علشان يهجم على ياو بكل قوته، وعلى طول الجنرال بيروح علشان يوقفه، بس الديك بيقدر يكسر سلاحه. الكل بيترعبوا من اللي حصل، بس بيتمسكوا بالامل وبيشجعوا ياو علشان يكسب. ساعتها بيروح ياو علشان يهجم على الديك بكل قوته، وده بيخلي
بيخلي لين تقلق من الوضع، فحتى ياو مش قادر انه يتغلب على واحد من الجنرالات ال 12، ده من غير ما نتكلم عن ملك الوحوش اللي يعتبر اقوى منهم بكتير. فبيسأل مينج عن مكان التعزيزات دلوقتي، لو بتقول له ان في احتمال كبير ما يحصلوش على التعزيزات لان اغلب القوات كانت موجوده في الابراج الخمسه، وبما ان ملك الوحوش وصل بجيشه لحد هنا فده معناه ان هو خلص على الابراج الخمسه برضه. باي لما بيلاقي انها خربانه بيقرر ان هو يقاتل لحد الموت بدل ما يموت جبان، وعلى طول بيروحوا كلهم على ساحه المعركه. جين بيبدا انه يخلص على كل الوحوش القويه اللي قدامه، وده علشان يدي فرصه للي معاه بحيث يقدروا يخلصوا على البقيه. بعدها بيروح جين عند مكان ملك الوحوش عشان يخلص عليه. الوحوش ساعتها بتروح عند جين عشان تموته، بس جين بيخلص عليهم في ثواني. ساعتها بيظهر 3 من جنرالات ملك الوحوش وبيقولوا لياو ان المعركه بتاعته خسرانه فلازم يستسلم، بس ياو بيقول له ان هو هيقاتلهم لحد اخر نفس. المهم في واحد من الجنرالات بياخد باله من جين. ياو ساعتها بيروح عند جين علشان يحميه، بس الضربه بتكون قويه جدا وبترقده. جين بيستغل الفرصه وبيستدرج واحد منهم لحته بعيده. المهم بيوصل الخرتيت ده لحد نص الصحراء، فبيقف جين فجاه وبيقول له ان هو هيخلص عليه دلوقتي، وده بيعصب الخنزير جدا وبيهجم على جين عشان يموته. بس جين بيقدر انه يدمر هجومه بكل سهوله، فبيشتعل الخنزير من كتر الغضب وبيهجم على جين بكل قوته، وبيقدر ان هو يصيب جين بشكل مباشر. جين ساعتها بيقرر انه ياخد القتال بشكل جدي اكتر. بعدها بيهجم الخنزير على جين بكل قوته، بس جين بيقدر يرقده بضربه واحده. الخنزير بيقوم تاني بدون اي مشاكل. بيقول لجين ان يمكن هجماته تكون قويه لكن دفاعه يعتبر لا يقهر، فبغض النظر عن عدد الضربات اللي بيضربها مش هيعرف يعمل في خدش واحد حتى. وعلى طول بيهجم عليه جين بالسلاح المقدس بتاعه بيقطع ابوه. الخرتيت بيتصدم من اللي حصل لانه ما كانش متخيل ان في سلاح قادر على تدمير الدفاع بتاعه، وبيقرر انه يهرب من جين قبل ما يموته. بس جين بيروح مقطع رجله علشان يمنعه. الخنزير بيقعد يزعق لجين وبيقول له انه لو حاول يقتله دلوقتي ملك الوحوش هيسعى ورا رقبته ويموته اكيد. بس جين مش بيهتم وبيقطع رقبته. بنرجع للوحوش اللي بتكون نازله في ياو غسيل ومكوى. الجنرالات بيكملوا ضرب في ياو، بس ياو بيكون لسه صامد لحد دلوقتي. بس ساعتها بيستخدم واحد فيهم النار بتاعته علشان يخلص على ياو. الاتنين الوحوش بيفتكروا ان المعركه خلصت وياو بقى ميت دلوقتي، بس المفاجاه ان جين بيعرف يوصل في الوقت المناسب وبيعرف ينقذه. فبيهجم الديك على جين علشان يموته، بس باستخدام السلاح الاسطوري بتاعه بيعرف جين يقطعه، وده بيعصب الديك جدا وبيهجم على جين بكل قوته. بس جين بيهجم عليه بالسيف بتاعه وبيقدر يتسبب في اضرار كبيره جدا. الديك ساعتها بيجيب اخره من اللي بيحصل وبيقرر ان هو يتحول للشكل النهائي بتاعه. فبيهجم الديك على جين بقوته الكامله، بس جين بيقدر انه يتفادى كل هجماته بسهوله، وعلى طول بيروح جين يقطع رقبته. بعدها بيروح جين عند مكان ياو اللي بيكون مصاب بشكل كبير جدا، فبيبدا جين انه يستخدم التقنيه الشفائيه بتاعته علشان يعالج اصاباته. المهم بيصحى ياو وبيكون مش مصدق انه لسه عايش، وبيروح يسال جين عن اللي حصل. فبيقول له جين ان هو خلص على الوحوش اللي كانت واقفه في طريقه، وده بيصدم ياو جدا وبيشكر جين على مساعدته ليهم في الوقت الصعب ده. فبيقول له جين ان هو مضطر يمشي دلوقتي. بنرجع لجيانج اللي بيكون خلص على عدد كبير من الجنود لحد ما بيوصل واحد من الجنرالات وبيبدا يقتل في كل الموجودين في المكان. جين ساعتها بيوصل عندهم فبيلاقي واحد من المصابين قدامه، وعلى طول بيروح علشان يعالج اصاباته. فبيطلب المحارب منه ان هم يهربوا دلوقتي، بس جين بيقول له ان وراه حاجه هناك لازم يخلصها. ساعتها بيوصل التور ده عند جين وبيروح علشان يموته، بس كالعاده بيتفادى جين الهجوم بكل سهوله. فبيهجم التور على جين بهجمه صوتيه قويه جدا، بس جين بيعرف يدمر الهجوم بالسيف بتاعه. الجنرال بيعترف بقوه جين الكبيره وبيقول له ان هو هيقاتله بكل قوته، وعلى طول بيهجم جين عليه بالسيف بتاعه. الجنرال بيكون فاكر ان هي هتكون هجمه ضعيفه، بس بيتفاجئ ان هي اثرت فيه جدا، وده بيخلي الجنرال يقرر ان هو يقاتل جين بجديه. فبيهجم على جين بالقرون الضخمه بتاعته علشان يموته، بس جين بيقدر انه يوقفه بايده بس، وده بيرعب التور جدا وبيفهم ان جين اقوى منه فبيحاول انه يهرب. بس جين بيلحقه بالسيف بتاعه وبيخلص عليه، وكده بيفضل لجين 8 وحوش قبل ما يوصل للملك. بنرجع للشباب اللي بيكونوا حاسين ان في حاجه غريبه، ففي اصوات مش مفهومه بتظهر من الضباب الاسود، بس مع الاسف هم مش عارفين هي بتعمل ايه، لحد ما فجاه بيظهر القرد السريع ده عندهم وبيهجم على باي بيقطع دراعه. بعدها بيروح يخطف لين من وسطهم وبيهرب من المكان. باي بيكون قلقان من الوضع، فمع سرعه الوحش المرعب ده فرصه فوزهم هتكون معدومه. بنرجع للقرد اللي بيكون عمال بيعذب في لين، وبشكل لا ارادي بتنادي لين على جين علشان يساعدها، بس القرد بيقول لها ان مفيش حد هيعرف ينقذها دلوقتي، لحد ما بيظهر جين الاسطوره واللي بيكون جاي علشان يخلص على القرد من الصارمه ده. المهم بيقول جين للقرد ان هو يسلم لين دلوقتي، بس القرد
بيقول له انه مش هيعمل كده غير لما يعرف اسمه. جين بيقول له انت عبيط ولا ايه؟ انت سامعها بتنادي على اسمي بقالها نص ساعه. الكلام ده بيعصب القرد جدا وبيروح علشان يهجم على جين، بس جين بيقدر ان هو يطيره وبينقذ لين. القرد بيتعصب جدا من اللي حصل وبيهجم على جين باقصى سرعه عنده علشان يموته، بس جين مش بياكل معاه العبط ده وبيكسر دماغه. بيقول له جين هي دي سرعتك؟ ده انت طلعت سلحفاه يا جدع. القرد مش بيحرم من اول مره وبيعمل دوامه السرعه دي علشان يشتت جين، بس جين بيعرف يمسكه وبيرميه على الارض، وده بيخلي القرد يتحول للشكل الكامل بتاعه. وعلى طول بيهجم القرد على جين بكل قوته، بس جين بيقدر انه يصد الهجوم بايده بس. وعلى طول بيمسك القرد وبيطير ابوه. لين بيجي لها لاج من كتر الصدمه، فهي ما كانتش متخيله ان جين بالقوه دي. ساعتها بيطلع جين سلاحه وبيخلص على القرد بضربه واحده، فبتروح لين عند جين وبتشكره على مساعدتها، بس جين بيقول لها ان ده مش وقته وبيروح علشان ينقذوا البقيه. بنرجع للشباب اللي بيكونوا بيستعدوا علشان يواجهوا القرد دلوقتي، لحد ما بتظهر لين وجين عندهم، فبيسالهم باي عن اللي حصل. لين بتقول له ان البطل الغامض بتاع طائفه تيان هو اللي انقذهم. بيكمل جين كلامها وبيقول ان هم لازم يهربوا قبل ما يظهر ملك الوحوش الاسطوري، وبيقترح عليهم انهم يرجعوا للابراج الخمسه دلوقتي، بالذات ان الوحوش دلوقتي مركزه اهتمامها على السور العظيم. المهم بيكملوا كلهم طريقهم لحد ما بيظهر 2 من الوحوش قدامهم، فبيتفرق الموجودين علشان يعرفوا يهربوا، بس فجاه بيهجم الارنب عليهم بالحاجات دي واللي بترجعهم لحد عنده. الكل بيترعبوا من الوضع ده، ودلوقتي مصيرهم بقى مربوط بالوحوش المرعبه دي. وبس دي نهايه الموسم الثاني من حكايه جين. ان شاء الله لما تنزل حلقات تانية هنزلها في القناه. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟